انتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، ده انتي امل وحنان، ده انتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، ده انتي امل وحنان. مساء الخير مشاهدينا واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه على المصريه. زي ما انتم عارفين بنحاول ان احنا نتكلم عن كل ما يتعلق بقطاع السياحه. الحقيقه في حاله من الرفض التام في المجتمع السياحي او في قطاع السياحه، والحاله دي ليه؟ لان عدم وجود ممثل من قطاع السياحه في اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، والموقف ده الحقيقه بيثير شكوك او حذر او خوف من الاحزاب الدينيه اللي مسيطره او التيار الديني اللي مسيطر على اللجنه التاسيسيه، من ان هي ممكن يعني وجودهم ياثر على السياحه. بمعنى ايه ياثر على السياحه؟ ان ما يحسش بقيمه هذا القطاع، ممكن كمان ما يحاولوش يدافعوا عن كتير من العاملين في هذا القطاع. عشان كده النهارده هنحاول نتناول هذه القضيه بمزيد من التفاصيل. وليه هنتكلم في الموضوع ده؟ لان ده عدد كبير جدا من المصريين بيشتغلوا في هذا القطاع. عدم وجود ممثل للعاملين في قطاع السياحه داخل اللجنه التاسيسيه بيخوفهم اكتر واكتر، خصوصا ان في الفتره اللي فاتت قبل ما يكون هناك لجنه تاسيسيه لصياغه الدستور كان في كلام كتير جدا عن السياحه، ومدى زي ما هم شايفين من وجهه نظرهم في حاجات كتيره قوي او تجاوزات موجوده في هذا القطاع، لازم يكون هذه التجاوزات مش موجوده. مساء الخير يا وليد. مساء النور يا هبه. عايز اضيف على كلامك وارحب طبعا بالساده المشاهدين في الاول انه هذا الرفض تم التعبير عنه في اجتماع غير عادي للجنه العموميه او الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف السياحيه في مصر، وخرج الاجتماع ببيان يعني تحذيري شديد اللهجه بيقول ان لم يتم وضع السياحه في الاعتبار فهيكون هناك اجراءات تصعيديه بتتمثل في وقفات احتجاجيه واضراب شامل عن العمل. بنتمنى مشاهدينا ان الامور لا تتصاعد بهذا الشكل الخطير وترجع الامور عشان تكون السياحة في مكانها الطبيعي في خلفية كل اللي هيكون منوط بيه ومسؤول عن وضع دستور مصر القادم. السياحة قاطرة الاقتصاد القومي ومطلوب عودتها بقوة. إن شاء الله مشاهدينا يعني يتم استدراك الأمور في الفترة اللي جاية وتكون السياحة محل اعتبار وتقدير. بعد هذه التقديمة مشاهدينا هتعالوا مع بعض نطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل برنامجنا بلاد طيبة مع البانوراما السياحية أو فقرة الأخبار. البانوراما السياحية أو أخبارنا السياحية. أول خبر بيقول انطلاق رحلات السياحة النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان مايو القادم. اعتبارا من منتصف شهر مايو المقبل تقرر استئناف الرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان، والتي كانت قد توقفت من حوالي 15 عام، وذلك في إطار تشجيع السياحة وعودتها لمعدلاتها السابقة. وصرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وأكدت أن رئيس الوزراء بحث خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستئناف الرحلات الجوية والنيلية بما يحقق عائد مادي كبير وبدعم مفهوم عودة الأمن للشارع المصري واستقبال سياحة أكثر انفاقا. وأضافت أن وزير الداخلية استعرض خلال اللقاء خطة تفصيلية لتوفير التأمين للرحلات النيلية والمراسي والمقاصد السياحية بالمحافظات المختلفة، وتوفر التأمين للسياح والمواطنين بالمحافظات التي يتواجد بها مراسي نيلية، وهي المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج. منطقتك يا وليد. الصعيد. الصعيد. بتكلمي عن التأمين في الخبر بتاعك، والخبر اللي معايا برضو خاص عن التأمين ولكن من شكل آخر. الخبر عنوانه بيقول وزير السياحة بيصدر قرارا بإلزام الحافلات السياحية بجهاز تتبع للحد من ظاهرة حوادث الطرق. أما التفاصيل بتقول أن وزير السياحة منير فخري عبد النور أصدر قرارات بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز تتبع في المركبات السياحية التابعة ليها وفقا للمواصفات اللي هتحددها الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. هذا القرار بيأتي في إطار الجهود المبذولة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وضمان التزام قائدي المركبات السياحية بالضوابط والقواعد
بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين. يشار مشاهدينا في آخر الخبر إلى أنه تم منح جميع الشركات العاملة في السياحة والنقل السياحي مدة عام لتقنين أوضاعها، وإلا واجهة الإغلاق. خبر تاني موجود معانا هيكون من سيوة، والخبر بيقول الحجوزات السياحية بسيوة في شم النسيم 100%. أولا كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين، ويا رب تكون وأنت طيب يا وليد، يا رب تكون أجازة سعيدة علينا جميعا. إن شاء الله. التفاصيل بتقول بقى نسبة الحجوزات السياحية بواحد سيوة بمحافظة مطروح نسبة 100% حتى انتهاء موسم شم النسيم في 16 إبريل الجاري. وأكد جمال يوسف أحد أصحاب المنشآت السياحية في سيوة أن فنادق سيوة كامل العدد من الآن ولمدة 12 يوم بمناسبة شم النسيم، وجميعهم كل الناس اللي جاية في الإجازة دي هيكونوا أجانب قادمون من داخل وخارج مصر. وصرح اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح أنه تم وضع خطة شاملة للسياحة هذا العام تستهدف توافد حوالي 150 ألف سائح وعدد 750 ألف ليلة سياحية، بعدما كانت في 2010 وصلت إلى 700 ألف ليلة سياحية، وفي 2011 الحقيقة وصلت ل 46 ألف. وصلت المعدلات السياحة في 2011 ل 46 ألف سائح فقط، بواقع 200 ألف ليلة سياحية، وذلك مع بداية عودة الاستقرار الأمني لمصر. عموما سيوة من الأماكن الجميلة جدا في مطروح، وكمان عايزة أزود كمان وادي الجديد. يعني جنة الله في أرضه، يعني لازم كمان نقتني الفرصة إن احنا نروح كمان وادي الجديد. إن شاء الله. بنتكلم عن الإسماعيلية والوادي الجديد، عايزين نروح أماكن كتيرة جدا في مصر في الفترة اللي جاية إن شاء الله. آخر خبر معايا خبر عن الغردقة. الغردقة بتستقبل يوم الأربعاء اللي فات 14 ألف سائح على متن 90 طائرة من شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. تفاصيل الخبر بتقول أنه شهد مطار الغردقة توافد سياحي كبير بعد استقبال 14 ألف سائح من دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. وقال مدير المطار أنه هذا اليوم بيعتبر من أكثر الأيام اللي بتشهد إقبال سياحي كبير في رحلات الطيران سواء الداخلي أو الدولي، واللي بيصل عدد رحلاتها إلى حوالي 180 رحلة. أخبارنا انتهت يا هبة؟ أكيد. وهنتنقل دلوقتي بالسادة المشاهدين لحاجة تانية في برنامجنا. معانا دلوقتي قبل ما نبدأ صالوننا النهاردة، والصالون معانا في شقين، شق عن المرشدين السياحيين وفي شق كمان عن الصحافة السياحية، وهيكون ضيفك فيها الأستاذ طارق القاضي. هنتكلم عن اجتماع الغير عادي للجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية. بالظبط. واحنا هنتكلم كمان عن المشاكل اللي بيواجهها المرشدين السياحيين في الفترة اللي فاتت، لكن بعد ما هنشوف التقرير التسجيلي ده دلوقتي مشاهدينا عن مدينة شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ بتعتبر وجهة مناسبة جدا لقضاء اجازه شم النسيم المقبله. انا شخصيا رايح هناك وكان نفسي تكونوا معايا كلكم. اجازه سعيده عموما يا وليد. ان شاء الله. تعالوا مشاهدينا نشوف شرم الشيخ ونرجع نكمل بلاد طيبه ومعانا الصالون. عوده مره اخرى لصالون بلاد طيبه، ويمكن هنناقش النهارده موضوع في غايه الاهميه. هنتكلم النهارده او هنلقي الضوء على الاجتماع الغير عادي للجمعيه العموميه لاتحاد الغرف السياحيه. كان الاجتماع ده معمول ليه؟ لعدم وجود ممثل عن قطاع السياحه في اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور. الحقيقه اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور قد استبعدت الكثير من الرموز ومن الشخصيات المصريه الجديره انها تكون موجوده جوه هذه اللجنه، ولكن احنا هنتكلم بما ان احنا في بلاد طيبه هنتكلم على ما يتعلق بقطاع السياحه. هيكون معانا في هذا الحوار الكاتب الصحفي الاستاذ طارق القاضي، هو الصحفي بجريده روزا اليوسف والرئيس قسم الاقتصاد. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. عدم وجود ممثل في اللجنه التاسيسيه لصياغه دستور عن قطاع السياحه في الاول، ده اهميته ايه او دلالته ايه في الاول؟ الحقيقه ده يعبر عن نيه سيئه لهذا القطاع الهام الذي يعتبر وبلا شك والذي اثبت طوال السنوات الماضيه انه قاطره الاقتصاد المصري لما يتميز به من امكانيات واعده لا يوجد مثيل لها في العالم كله. أنا بقول ليه نية سيئة مسبقة لهذا القطاع؟ لأن اللي حصل على مستوى الاتصالات اللي تمت والتخوفات اللي حصلت وكلنا سمعنا عنها في الفترة الماضية عقب الثورة من صعود التيار الديني وخاصة التيار الإسلامي السياسي سواء كان حرية وعدالة أو نور والأحزاب الدينية ذات المرجعية الإسلامية، كان ظهرت بعض التصريحات الصادمة
بالنسبة لهذا القطاع بدأت مع تصريحات تغطية التماثيل والسياحة الشاطئية وفصل السائحين السيدات عن الرجال وتدخل وفرض قيود على السياحة طبقا لمنظورهم يقولون عنه أنه منظور ديني، ولكن هم أبعد من ذلك تماما. فالقطاع السياحي تخوف من هذه التصريحات ومن هذه النوايا، وبدأ عمل اتصالاته قبل الانتخابات البرلمانية مع قيادات السياسية بالنسبة للحرية والعدالة وبعض السلفيين. كان في حوارات، كان في حوارات وكان في اتصال، وحصل اجتماع سري أو غير معلن، هو مش سري، كان حصل اجتماع غير معلن للصحافة والإعلام مع قيادات حزب الحرية والعدالة وقيادات كان ردهم يا أستاذ طارق عادة بيقولوا ما فيش حاجة أنا هقول لحضرتك بالظبط ده كان حصل. هو القطاع السياحي لأنه قطاع يعني بيتميز أنه يحتوي على نوعية من مثقفة من رجال الأعمال، من جميع العاملين فيه، لأن القطاع السياحي طبعا يعني ما شفناش منه أي مظاهرات أو حركات احتجاجية لغاية دلوقتي، بالرغم أنه يتعرض لكثير من التهميش لكن اللي حصل ان هو اما حصل تم اتصال بين هذا القطاع عن طريق الاتحاد المصري للغرف السياحيه بحزب الحريه والعداله وحزب النور، وحصل فعلا الاجتماع بناء على رغبه هذه الاحزاب الدينيه. قالوا ان احنا مش عايزين تبقى فيه اعلام، يعني مش عايزين اعلام عشان احنا نتكلم في موضوعات شائكه براحتهم وبراحتنا ونتكلم في هذا القطاع. قالوا لهم قطاع السياحه، قال لهم يا جماعه ايه التصريحات اللي انتم بتقولوها لوسائل الاعلام قالوا لهم احنا ما نقدرش نقول الحاجات دي للاعلام ان يعني مش هنفرض قيود على السياحه الشاطئيه وعلى فيما يخص موضوع الخمور، واحنا ما نقدرش نقول ان الخمور والسياحه السياحه الشاطئيه مش هتتاثر، لان ده هنفقد مصداقيتنا في الشارع. احنا بنقول الكلام ده دي دعاية انتخابية، وانتم يعني الامور ستظل كما هي بالنسبة للقطاع السياحي، بل واحسن. بعضهم ذهب الى ان مصر تستحق 60 مليون سائح، والاخر ذهب الى ان مصر احسن سيصل فيها عدد السائحين الى يعني كلام وردي. كلام وردي للاسف. اللي بيقول ان مصر احد الاحزاب اللي قال هو حزب النور اللي قال ان مصر ممكن نجيب 80 مليون سائح، هو نفسه الحزب اللي قال يجب تغطية التماثيل بالشمع والسياحة حرام وفصل السيدات عن السائحين الرجال. فما حصل اجتماع طبعا القطاع السياحي اطمن، فوجئ في حصل على وعد. حصل على ايه؟ على وعد؟ حصل على وعد من هذه الاحزاب بانه هيكون ليه ممثل في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وهذا القطاع لانه منظم اختار انه يكون ممثله الهام الزيات، وهذا الرجل قامه سياحيه طبعا معروفه جدا وله احترام وله تقدير. خليني بس اركز، يعني مين اللي حصل على وعد؟ الاتحاد الغرف السياحيه. اتحاد الغرف السياحيه بممثليه الاربعه، غرفه الشركات وغرفه العاديات وغرفه الفنادق. حصل على وعد من حزب الحريه والعداله، من حزب الحريه والعداله وحزب النور، وبوجود ممثل ليهم. طيب احنا معانا دلوقتي الاستاذ اشرف الصحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا بيك يا استاذ هبه، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك. يا استاذ اشرف، احنا بنتكلم عن قضيه هامه جدا، هو اجتماع الغير عادي او الطارئ للاتحاد المصري للغرف السياحيه بناء على استبعاد ممثل ليكو داخل اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور. كان ايه رد الفعل او ايه اهم الحاجات اللي حصلت في خلال هذا الاجتماع؟ هل هناك قرارات عملتوها؟ حضرتك الاول، هي يعني بمسي على الاستاذ طارق القاضي حضرتك الاول، وبقول لحضرتك يعني دي مش لجنه تاسيسيه، دي لجنه تفصيل، لجنه خاصه. احنا ما عرفش احنا هنروح فين في البلد. احنا قطاع كبير جدا جدا. انت عندك الاتحاد المصري للغرف السياحيه، ده الاب الشرعي ل5 غرف سياحيه، غرفه الشركات وغرفه الفنادق وغرفه العاديات وغرفه الغوص. يعني احنا قطاع كبير جدا جدا في البلد، وكنا نهمش بهذا الشكل. يبقى ايه اللي ناقص؟ مش عارف. هذا الاجتماع الغير عادي اسفر عن شيء مثلا، ولا هو كان صرخة تحدي او صرخة اعتراض على اللي حصل فقط؟ لا طبعا احنا معترضين تماما، معترضين جملة وتفصيلا على هذا الوضع بشكل او باخر. وكلهم الاول حضرتك كانوا قعدوا مع الاستاذ الهام الزيات اللي هو ده العضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، وبنوضح لهم وبنعرفوهم يعني ايه سياحه. مش السياحه اللي هم بيتخيلوها، اللي متخيلينها شرب الكاس في الشارع
والعري والكلام ده كله. لا، السياحه مجال راقي جدا جدا، ومجال مستحوذ على يعني ده العمود الفقري الاقتصاد المصري بالظبط. في البلد بحالها، وكلهم يهمشوه بهذا الشكل، وبنوضح لهم زي ما كان الاستاذ طارق بيتكلم دلوقتي، بيقول لك بعض الاخوه اللي بينهجوا نهج السلف عايزين نغطيهم بشمع. امال كان فين سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر؟ كانت الاهرامات دي كانت فين؟ وكانت التماثيل دي كانت موجوده فين؟ طب اخر سؤال، وصلتوا الحل يا فندم معاهم؟ والله احنا ما زلنا يعني بنناشدهم وبنتكلم وبنطالب، بس الفتره دي كان مستر الهامي ما كانش موجود الحقيقه، واحنا الاتحاد المصري والغرف السياحيه كلنا يعني بنشجو هذا الوضع، وان شاء الله وباذن الله هيكون لنا مواقف في المراحل القادمه ان شاء الله. ان شاء الله وباذن ان شاء الله يا استاذ اشرف، بشكر حضرتك جدا. شكرا. اشرف الصحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. طب خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، ايه اللي حصل من حوار داخل هذا الاجتماع؟ هو الاجتماع حضرتك ده كان عبارة عن جمعية عمومية طارئة للاتحاد المصري للغرف السياحية، يعني بغرفه الخمسة. كان هدفه هو صرخة تحدي زي ما حضرتك قلتي، وصرخة رفض بتقول ازاي هذا الكذب اللي تعود عليه الاحزاب الدينيه، وخاصه حزب الحريه والعداله وحزب النور، وحزب النور ايضا، لان هم فوجئوا ان مفيش ولا وعد من اللي حصلوا عليه قبل الانتخابات البرلمانيه اتحقق. فكانت الطامه الكبرى، لان خاصه ان دلوقتي انت عند حضرتك مرشح اسلامي واكثر من مرشح اسلامي، واقواهم هو خيرت الشاطر ودكتور محمد مرسي. خيرت الشاطر اول ما اعلن عن ترشحه قال لك انا هطبق الشريعه الاسلاميه. تمام؟ فهم خافوا من هذا المفهوم، لان برضو الشريعه الاسلاميه مش المشكله في الشريعه الاسلاميه، المشكله مش في الدين، المشكله في الشخص اللي بيفهم من يطبق. ومن يطبق. طب سؤال، اللي حصل هل هناك تعمد لعدم وجود ممثل قطاع السياحه؟ بالتاكيد. بالتاكيد، لان هم يعني ده يسفر عن نيه سيئه زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه، عن ان في تربص وان في تعامل مختلف عن الوعود اللي خدها هذا القطاع في الاجتماعات الاولى هيتم في لجنه صياغه الدستور، بما يؤثر ويفرض قيود على هذا القطاع الحيوي الهام. طب هل يعني كان الاستاذ اشرف قال ما وصلوش لقرارات، يعني كان هو بس تشاور بينهم ومن بعض يعني اجتماع الجمعيه ما وصلش لقرار؟ اجتماع الجمعيه، نرجع كمان لاجتماع الجمعيه. اجتماع الجمعيه حصل بالظبط كصرخه للاعلاميين لتوصيل صوت القطاع السياحي. في البداية هم ما اتفقوش، لم يتفقوا على وسيلة معينة للتعبير أو تكون رد فعل مضاد لاستبعادهم. طرحت مجموعة من الوسائل، اللي هي إيه؟ واحد، أن يكون في وقفة لهذا القطاع واعتصام مفتوح. جميل. 2، أن يكون في اعتصام جزئي لمدة ساعة في جميع القطاعات السياحية. 3، يكون في وقفة بالأتوبيسات المعطلة بالنسبة لهذا القطاع في ميدان التحرير. 4، وهي أحد السيناريوهات المطروحة، الإعلان الرسمي عن عدم دعم القطاع السياحي لأي مرشح إسلامي. في هذه الخيارات لم يتحدد حتى الآن أي خيار سيسلكه القطاع السياحي، ولكن في اجتماع مهم غدا هيكون في حاضر الأستاذ إلهام الزيات مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، هيحددوا تحديدا ازاي هيتم التصرف ورد الفعل بالنسبة لهذا القرار. موجز الخامسة، مرحبا بكم. طيب معنا اتصال استاذ عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري بالاتحاد الغرف السياحيه. اهلا بيك يا فندم. استاذ عادل، يعني عدم وجود ممثل لقطاع السياحه في لجنه تصيغ دستور مصر، اثره هذا على العمل او على قطاع السياحه بصفه عامه؟ هو اولا للاسف الشديد احنا شايفين تهميش كامل لقطاع السياحه، رغم ان احنا من بدايه الثوره بنقول ان هذا القطاع هو القادر على حل مشاكل مصر،
تمام. هذا القطاع هو يقدر يحل مشكلتين الاساسيتين لمصر، سواء نقص العمله الاجنبيه، لان القطاع ده قادر على انه يجيب مليار دولار شهريا، لان احنا في 2010 جبنا 12.5 مليار. هذا القطاع هو القادر على انه يحل مشكله البطاله، لانه صناعه ذات كثافه عاليه، وبالتالي كل بناء كل اوضه وتشغيل كل سايح وكل زياده مليون سايح بيشتغل 200,000 زياده. ورغم عن كده بنجد ان القطاع ده بيتهمش في كل، حتى في اجتماع اللجنه المجلس الاستشاري طالبنا على ان يكون في ممثلين وفي كل القطاعات، ان يكون في حد من السياحه، وللاسف الشديد ما تمثلش حد من قطاع السياحه. مزيد من التوضيح، يعني المجلس الاستشاري مفيش حد من قطاع السياحه موجود فيه يا فندم؟ للاسف الشديد ان المجلس الاستشاري في كل القطاعات عدا قطاع التجاره والسياحه، اللي هم اهم قطاعين منتجين في مصر. للاسف الشديد. طب يعني جينا قلنا خلاص نعمل بقى اعتبار، نترك للماضي ونبص لقدام في اللجنه الاساسيه للدستور، الجمعيه التاسيسيه للدستور. جميل. لان احنا عندنا اسئله كثيره من الاجانب، خاصه في الحريات العامه واطار الحريات العامه اللي هي محتاجه ان احنا يتجاوب عليها. طب خليني اسال من حضرتك استاذ عادل، اسال حضرتك عايزين يكون ممثل قطاع السياحه داخل هذه اللجنه، ايه الحاجات اللي عايزين تؤكدوا عليها من خلال دخولكم الى هذه اللجنه؟ خلينا نتكلم بطريقه واقعيه. اولا احنا مجتمعين كلنا ان يكون ممثل واحد فقط وهو رئيس الاتحاد. هيقول ايه؟ ودي السلطه الشرعيه. هيقول ايه حضرتك؟ هيقول هو راجل مش دستوري، لكن هيتكلم على الحريات العامه الاساسيه لهذا القطاع. لان احنا وجدنا نقطه مهمه جدا وفي غايه الاهميه، ان بلاد كثيره جدا واسلاميه زي تركيا وزي ماليزيا استطاعوا ان يخشوا في العشرة الكبار في الاكبر 10 في دول العالم، ورغم انهم دول اسلاميه وتحترم الاسلام، لكن احترمت الحريات العامه للسايح. وعندهم تدفقات سياحيه كبيره جدا. وعندهم تدفقات سياحيه، وحطينا قواعد عامه. قلنا ايه القواعد العامه؟ احنا السايح بيحترم تقاليدنا ويحترم عاداتنا ويحترم احنا عايزين ايه في المجتمع المصري، وفي نفس الوقت بندي الحريه الكامل للسايح اللي هو نجذبه الى مصر، والا ان هو يتركك وتروح في اي بلد تانية، لان ده عالم مفتوح. لو لقى اي تضييق عليه من جانب معين هيروح لجانب اخر، وبالتالي تنهار هذه الصناعه. يبقى هو التاكيد على الحريات العامه للسائح لما يجي مصر. بالتاكيد. طيب بشكر جدا الاستاذ عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري اتحاد الغرف السياحيه. طب هناك يعني في حضرتك قلت في اليات كثيره هيبتدوا من خلال هذا الاجتماع التعبير عن رفضهم لهذا القرار او هذا الاستبعاد. هل في حوار حصل ما بعد اجتماع الجمعيه العموميه مع حزب الحريه والعداله؟ لا، هو لم يحدث الحوار بعد الجمعيه العموميه، لانه هم كان بالفعل حصل حوار قبل اللجنه التاسيسيه وتشكيل اللجنه التاسيسيه، فبالتالي هم لم يثقوا في قرارات هذه الاحزاب الدينيه، خاصه الحريه والعداله. ما لجأتوش ليه للجنه الثقافه والاعلام والسياحه اللي هي مهمتها الاهتمام بهذا الملف؟ هو يعني انا الاول اتفقت مع الكبير، مع نائب رئيس الحزب. فازاي هسيبك والكبير يعني كذب؟ يعني هتفق مع واحد صغير؟ يعني بغض النظر، يعني انا اسف طبعا بالنسبه للجنه، مش صغير بالمعنى صغير، لكن هو في درجه اقل مختصة، من لكن ليس بمفهوم الحزب ان هو قادر على ان هو يغير الرؤيه، لان القياده بالنسبه للحزب عندها رؤيه مختلفه، لكن بالنسبه للجنه السياحه انها هي لجنه متخصصه. انا قصدي لجنه السياحه والاعلام ليست فقط اعضائها من حزب الحريه والعداله، هناك اعضاء من اطياف سياسيه اخرى. رئيسها من حزب الحريه والعداله، الاستاذ محمد الصاوي هو رئيسها من حزب الحريه والعداله. فده مفهوم حزبي، يعني ليسوا انا عندي معلومه ان الاستاذ محمد الصاوي مش حزب لا، ازاي حريه وعداله؟ يعني حضرتك ادرى. فيعني ازاي احنا هو ماسك اللجنه نفسها، هو رئيس اللجنه. فاذا انتهى يعني زمن الموائمات بالنسبه للاتحاد الغرف السياحيه، يعني انتهى، ولانه بالفعل لم يمثل في اللجنه التاسيسيه للدستور. لكن انا الخيار الاقرب بالنسبه لاتخاذه الاتحاد المصري للغرف السياحيه وهذا القطاع هو ان هو هيعلن هو مش هيأيد مرشح اسلامي. وسائل الضغط ايه؟ بس يعني ان وقت هو لديه حوالي 3.8 مليون عامل.
ما هم لو تضرروا مش هيدوا صوتهم طبعا للناس. لا مش كده وبس، 3.8 مليون عامل في هذا القطاع ده بصفه مباشره، لكن هم لديهم اسر ولديهم ناس ولديهم افراد مستفيدين. فالاجمالي لهذا القطاع المستفيد بطريقه مباشره وغير مباشره حوالي 20 مليون عامل. الذين يمتلكون التصويت يقدرون بحوالي 10 مليون، فهم لديهم كتلة، فإذا هم يستطيعون أن يؤثروا في مجرى الانتخابات. عموما احنا في انتظار اجتماع آخر للجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية لكي يقدموا اقتراحات أو يعلنوا عن يعني حاجتهم لدعم أكثر في الحقيقه. بس انا عايز قبل ما حضرتك يعني فرصه طبعا يعني اعتبر هذا نوع من الطرح يبدو يعني لابد على هذا القطاع ان يتعامل مع المواطن، برضو لازم يكسب تعاطف المواطن. ما يقولش انا عندي، لازم يكسب تعاطف المصريين. يكسب تعاطف المصريين ازاي؟ جزء كبير من المصريين لا يعني ما تهموش يعني اللي هيحصل في السياحه ايه، بس لو في ناس كتير بتشتغل فيها لا الا الناس اللي بتشتغل. لكن انا مش الناس اللي بيشتغل هم اللي بيحددوا الرأي العام. ده قطاع برضو زي اي قطاع. فلازم انا ابتدي انزل للقطاعات للمواطنين المصريين من خلال مؤسسات المجتمع المدني واعرفهم اهميه السياحه واهميتها كمصدر من مصادر الدخل. طبعا اقدم لهم برامج سياحيه رخيصه. ازاي مصري ومن الطبقه المتوسطه وما شافش شرم الشيخ وما شافش الغردقه هيدافع عنها ازاي؟ انا ما اقول له والسياحه حرام والسياحه خمور والسياحه بكيني وبتاع، انا مش مستفيد منهم. دي ناس طبقه فوقيه، دي ناس معاهم فلوس، دي ناس مستثمرين. لكن لما يشوف هو يخاف على هذه الاستثمارات بالظبط، بحيث ان دي حاجه بتاعته هو. دي حاجه بتاعته. اول نقطه يعني جديره بالاحترام. بشكر جدا الاستاذ طارق القاضي الكاتب الصحفي بجريده روزا اليوزر. بشكرك جدا استاذ طارق. وانتهت حلقتنا النهارده من بلاد طيبه. يمكن اتكلمنا عن لابد من تواجد ممثل عن قطاع السياحه في لجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، لان السياحه لا تنفصل تماما عن القطاعات الاقتصاديه في مصر، ويمكن هي تعتبر من افضلها لانها تعتبر مصدر هام جدا من الدخل القومي. يعني صياغه الدستور حق لكل المصريين وليست حكرا على اطياف سياسيه معينه. انتهت حلقتنا النهارده من بلاد طيبه. نشوفكم ان شاء الله وحلقه يعني جديده من بلاد طيبه على المصريه يوم الاحد القادم. الى اللقاء. بل في